صلى على النبي. اللهم صل على النبي. ابو الهنا اصل الحرش في مصر، اصل الاكل الحرشه في مصر. كل اللي انت شايفه دوت غرقان في الليه. دي اكبر كميه ليا شفتها سايحه في حياتي، بينزل عليها بكميه كبده مهوله. ابو الهنا اشهر واحد في شبرا كلها بيعمل الاكل الحرش، ومن اشهر الناس في مصر اللي بيعملوا الاكل الحرش، ودوت لانه بقاله اكتر من 50 سنه. واللي يميز ابو الهنا انه محافظ على الريسبي بتاعه والجوده، وكمان الطعم ما اتغيرش من 50 سنه. بنساوي 100 بالليه وبنتحدى اي حد. الحرش ما يبقاش حرش غير لما يكون غرقان في الليه، وفعلا اللي على ابو قديمه ربنا يديمه. وطبعا قبل ما نبدأ أي حاجة هنصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت من عندهم طاجن عنتر بن شداد، وطاجن لحمة بالبصل ومخاصي، وطلبت من عندهم طلب مشكل، وكمان لحمة محمرة، وطلب محاشي، وطلبت من عندهم بقى الكبدة الجميلة بتاعتهم والكفتة وشوية شوربة عشان نسلك بيهم المسائل. واول حاجه بدات بيها شوربه الكوارع، وكان طعمها مركز جدا وفوق الممتاز. وبعد كده بقى هنخش على طبق المقبلات والمحاشي، واول حاجه دقتها ورق العنب، وبعد كده بقى دقت الممبار وكان طعمه حرش وجميل جدا. طبق المحاشي دوت تحس فعلا ان انت بتاكله في البيت. ودوت بقى طلب اللحمه المحمره المعمول في الليه، والطبق دوت معمول كما يجب ان يكون، حته لحمه محمره طريه بتدوب في البق. شويه ميه السلطه الحراقين دولت بيلعبوا دور الفرود في الترابيزه دي. وطلب المشكل من عندهم فيه من خيرات ربنا، حتى النخاع والمخاصي حاطينه فيه. وحابب اقول لكم ان طعم النخاع جميل جدا، وتحس ان هو ألذ واطرى من المخ. واي لقمه بتاكلها حاول تسقسقها كده في البهاريز اللي نازله في الطبق دوت، هتلاقيها طعمها جميل جدا عشان الليه. وكل اللي كل بقى في مطعم ابو الهنا كفته عارف ان الكفته عند ابو الهنا مميزه جدا، وفعلا الناس بتجيله مخصوص عشان تاكل الكفته دي. وتخيل بقى كده طلب الكبده دوت معمول بالليه وسايح في الليه، وتقعد تسقسقه بالليه، وكمان تحط عليه الخضار اللي مستوي في الليه وتاكله. لو انت بتعشق الليه هتاكل احلى لقمه كبده. وده بقى طلب المخاصي اللي عليه جدل كبير، في ناس بتعشق الاكله دي جدا، وفي ناس ما بتقبلهاش خالص، ما فيهاش وسط، يا كده يا كده. وانا بقى من عشاق الاكله دي جدا، وكان طعم المخاصي تحفه. والطاجن ده بقى الاشهر والاكثر طلبا في المحل، طاجن عنتر بن شداد. ولو انت بقى من الناس اللي بتفضل تقول ليت الشباب يعود يوما، حابب اقولك لازم تجرب الطاجن ده. ابو الهنا فعلا من احسن الناس في مصر اللي بتعمل طواجن ده، لانه ثابت على الجوده، وكمان كل حاجه عنده مظبوطه. بينقي حته لحمه نظيفه وبيدي الحاجه حقها، وكل حاجه بيعملها كما يجب ان تكون. ولما بتعصر خبره السنين في حاجه بتبقى هي دي النتيجه. طاجن لحمه بالبصل من احسن واروع الطواجن اللي ممكن تاكلها في حياتك. ولقمة البصل دي طعمها لسه في بقي، واسميها لقمة اسلام. الحل الوحيد اللي بيعجبني على طول عشان الجوده عنده ثابته ومظبوطه. بحييكم، انا اسلام صبري من قناه لقمة اسلام، وبحبكم في الله. ابو الهنا كبده وكفته ولحمه وقلب كلاوي ومخاصي وقلب، طلب مشكل كامل. احلى اكله حرشه في مطعم ابو الهنا. ابو الهنا واحد بس.